سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الأضواء هنحل صفحة 74، صفحة مهمة جدا جدا. تعالوا بينا نبدأ. السؤال الأول بيقول العملية المستخدمة في إيجاد قيمة الزد. هنطرح الكبير ناقص الصغير. طالما أنت لقيت العدد وبعده ناقص اطرح الكبير ناقص الصغير، يبقى عملية طرح. هنا بيقول لي قيمة الإيه دي زائد تعدي ناقص. الزائد بتعدي ناقص، يبقى 1.5 ناقص 8. استلف 15 ناقص 8 7، نحط العلامة يبقى 7/10. السؤال الثالث بيقول المتغير في المعادلة هو طبعا البي. المتغير بيكون الحرف. المتغير هو حرف يرمز لقيمة مجهولة، يبقى هو حرف يرمز لقيمة مجهولة، زي البي سي دي الكلام ده كله. السؤال الثاني بيقول لي في المعادلة المتغير ام نجمة يعبر عن الجمع وقيمته. نشوف القيمة بتاعته 4 و8 12 2 ومعنا الواحد، تعملنا العلامة 3 و6 9. السؤال التالت بيقول له قيمة الان دي ناقص تعدي زائد. اجمع بقى. سؤال العلامات الأول احط 0 2 علامة 4 2 9 و2 11، تعملنا العلامة نحطها 5 و1 6 و4 10. السؤال الرابع بيقول لي المعادلة التي تعبر عن مجموع العددين. طيب يا عم هتحط بينهم زائد، طالما مجموع يبقى زائد. حطينا العددين وحطينا بينهم زائد، وهنكتب يساوي وتحط اي حرف اكس بي سي دي اي ال اف اي حاجة. السؤال الثالث بيقول لي اوجد قيمة المجهول في المعادلات الآتية. عايز القيمة يعني انت تحلها. اجمع يعني 3 و7 10 0 معنا الواحد 2 1 3 و3 6 العلامة 6. دي ناقص تعدي الزائد، يبقى انت تجمع 1 و0 1 0 و4 4، تقابلنا العلامة 3 12 و3 15. دي ناقص تعدي زائد 2 و3 5 8 و2 10 0 ومعنا الواحد، تقابلنا العلامة نحطها 6 و1 7 7 و1 8. هنا برضو دي زائد تعدي ناقص، يبقى هنا هطرح 8 ناقص 8 0 8 ناقص 5 3 العلامة 2. السؤال الرابع بيقول لي صل كل جملة رياضية بما يناسبها. خرج عادل من المنزل الساعة 8 صباحا. ليست معادلة ولا تعبير رياضي، دي جملة عادية خالص. هنا دي تعبير رياضي لأن ما فيهاش يساوي، وديت فيها يساوي تبقى معادلة، لأن المعادلة بيكون فيها يساوي. السؤال الخامس بيقول لي اقرأ ثم أجب. اشترى مازن بطيختين 12 56. كتلة البطيخة الأولى 7.5، فما هي كتلة البطيخة الأخرى؟ يعني البطيختين 12 56، واحدة منهم كذا. عايز معادلة تمثل المسألة. هنطرح البطيختين ناقص البطيخة، نطرح الكبير دهوت ناقص الصغير ونعمل يساوي اكس. يقول لي حلها. هطرح 6 ناقص 0 هي 6، 5 ناقص 5 0، 12 ناقص 7 5. السؤال التاني بيقول لي اكتب مسألة كلامية تمثل المعادلة. ماشي. اكس دي قيمة مجهولة. هنقول مثلا دايما القيمة المجهولة ديت نقول مثلا مع أحمد مبلغ من المال. دايما أي قيمة مجهولة خلاها مبلغ من المال، حاجة مجهولة مش عارفينها. تمام. الناقص دي خلاها أخذ حد أخذ منه، يعني أخذ منه مين؟ طبعا أخوه، وفي غيره اللي هياخد منه أخوه كام؟ 6 و3، فكان الناتج 7. الناتج اللي مكتوب ده الناتج اللي يساوي، يعني انت لما اللي يساوي بتخليها الناتج. الطرح بتخليها كلمة أخذ. خلاص. المجهول بتخلي مبلغ من المال، وادي الناتج وتكتب الناتج النهائي 7 و42. وبكده انت كتبت مسألة كلامية وحلينا صفحة 74. صفحة كانت مهمة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وانتظروا بقى حل كتاب الأضواء للصف الخامس لبداية الترم الثاني الترم الأول 2024. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.